اللي عملته مصر اليوم انجاز تاريخي، وتنقول لك علاش. منتخب المغرب مثلا الجيل الجديد اللي عنده من 2022 لتوا جيل استثنائي، وتقريبا كل لاعبيه يلعبوا في الدوريات الاوروبيه. نجيو لمصر توا اللي هي دخلت كاس العالم هذايا وهي ما فازت بحتى مباراه قبل في تاريخها في كاس العالم. يعني بالنسبه للمنتخب المصري انها تحقق فوز واحد في كاس العالم يعتبر انجاز. اما اللي صار مصر تتعادل مع بلجيكا 1-1، تربح نيوزيلندا 3-1 اللي هو اول فوز في تاريخها في كاس العالم، تتعادل مع ايران 1-1 وتتعدى المجموعه هذيك. اليوم تكمل تخرج واحد من المنتخبات العنيده ديما في كاس العالم واللي هما استراليا. والمواجهه القادمه خلينا نقولوا 90% باش تكون ضد الارجنتين، بما انه الارجنتين من بعد عندها مباراه مع الراس الاخضر. بالتشكيله اللي عند منتخب مصر اللي فيها 3 لاعبين فقط يلعبوا في اوروبا اللي هما صالح ومرموش وحمزه عبد الكريم. باقي اللاعبين يا اما يلعبوا في الاهلي يا اما يلعبوا في الزمالك والا في بيراميد، فما البقيه اللي يلعبوا في فرق في العالم العربي. على هذيك وصول المنتخب المصري للدوري هذايا بالنسبه لي يعتبر انجاز تاريخي.